شايفين البنت دي من متابعيني، وطول الوقت كانت بتتفرج عليا وبتعمل وصفات اللي انا كنت بقولها. شوفوا شعرها كان عامل ازاي زمان ودلوقتي شعرها بقى عامل ازاي. عايزكم كمان تشوفوا طريقة غسيل الشعر الصحيحة اللي انا علمتها لها بنفسي، وطريقة التنعيم الصحيحة. يا ريت كل اللي بيتابعني يعمل زيها ويكون بنفس المستوى التفكير ده. تابعني، شوف وصفاتي، شوف الشعر بيوصل لفين، وشوف طريقة الغسيل الصحيحة اللي بتغسل شعرها بيها. بس كده. ده من اقوى الطرق والروتين اللي حبيت اوريها لكم لما طلبت منها تصور شعرها وهي بتغسل شعرها. وطبعا النتائج دي كلها في خلال وقت قليل جدا من متابعتي. هي بتتابعني بقى لها فتره قليله جدا، وصلت للمرحله دي مرحله عاليه جدا. تمام. وشوف هنا شعرها بقى عامل ازاي. وبعيدا عن اي حاجه، طبعا انا حاولت اقنعها تسمع كلامي كذا مره، والحمد لله اقتنعت وبدات تمشي على الوصفات بشكل مبهر. شوف الطول، النعومه، الكواليتي، الخامه. اسمعي كلامي، انت مش هتتضري من حاجه لما تسمعي كلامي. شوفوا الكواليتي بقى عامل ازاي، وشوف جيت شفت شعرها قبل وبعد. بس كده. فياريت كله يسمع كلامي.